القصة ديالنا اليوم قصة وش من قصة. مولاتها كتقول راجلي بسبب الدوارة جرى عليا من دار، ولكن با وراه العين الحمراء وراه بنات الرجال اش كيسواو. انا سميتي مروه، تزاديت وخلقيت في مدينة الحسيمة، وانا كنت البنت الوحيدة وسط خوتي الذكورة، وكنت بطبيعة الحال انا هي المدللة ديال الدار. عمرني ما عقلت على راسي وقفت في الكوزينة ولا زيتي سطلج ولا شي شفاف. كنت انا هي ديك البنيه اللي كيقولوا ليها عزري الدوار. هي انا كنت فين ما كنبغي نجي نعاون الام ديالي كتقول لي غير جلسي وقابلي غير قرايتك، وراه الشقا راه لاحق عليك. كانت كتخاف عليا امي بزاف، وبقيت انا بحال هكا، قرايه الدار التلفازه الراحه والاستراحه، حتى خديت الباك ديالي. هي هذيك واحد النهار جا واحد السيد خطبني، وبلا ما يتشاور معايا الوالد ولا ياخد رايي وافق عليه، بحكم اننا في ديك المنطقه اللي ساكنين فيها البنت الا وصلت 18 عام واخا تكون كتقرا ولا ما تزوجاتش راه كتولي معيوبه. ما عندناش ديك المساله البنت انها تكمل قرايتها وتوظف دير شي مستقبل من الدراسه ديالها وعاد تزوج. لا، كي كتوصل 18 عام جاها رزقها الاول كيعطيوها ليه. وحنا قليل في المنطقه ديالنا اللي كنا عايشين فيها زعما شي وحده اللي كمله قرايتها وخدمات. حنا كان هادشي عندنا عيب، عقليه وخلاص. المهم اخوتي ما عليناش، هاد السيد هذا كان من نواحي ديال الرباط، كان طالع غير كونجيل تما عند شي ناس كيعرفهم، ريحة شحمة في الشاقور، وجبد معاهم الهضره ديال الزواج وقال لهم راني انا باغي نتزوج. ودوك الناس هما رشحوني ليه. كي قلت لكم داك الشي ديال الخطبه ديالي، التعارف مع عائلته وعائلتنا، داز داك الشي بحال البرق. يعني في مده شهر كنا قضينا جميع الامور الاداريه العائليه وضربنا الكحل في البيض. وتزوجت انا بهذا السيد. هذيك الوقيته فاش تزوجت انايا كان قريب يدخل سيدنا رمضان. هي هذيك ملي دخل تبارك الله رمضان، كي قلت لكم انا فانيه. امي هادشي ما خباتوش على عدوزتي. نهار اللي كانوا جاو قالت ليهم اودي راه البنت الوحيده اللي عندي وراني مفشاها وما خليتها تعلم حتى شي حاجه. عدوزتي كانت واحد الانسانه طيبه، قالت ليها شوفي هذيك راه بنتي، وانا راه ما ديتش لولدي خدامه، انا راه زوجت لولدي مرا وبنت الناس، ما زوجتوش بخدامه، وغادي نربيها وغادي نعلمها داك الشيء اللي ما تعلم، زعما اللي ما تعلماتش ولا ما علمتيش ليها نتيا، راه بحالي بحالها. وفعلا داك الشيء اللي كان السيده عند كلمتها، وكانت الله يعمر لها الدار. يعني كانت فين ما كتبغي تدخل الكوزينه توجد الغداء توجد العشاء كسكروط، كتجيبني حداها وتقول لي يا بنتي هانتي شوفي ها كيفاش كدار هاد الحاجه، وهانتي جربي الا ما صدقاتش لك ماشي مشكل، مره جوج. يعني ما انا ماشي مره ماشي جوج، كان غير الرون، وما نعرف لا من القزبر ولا معدنوس الكرافس حتى هو ما كنتش كنعرفه. هي هذيك اخوتي، يعني خبز ربي في طبقه. زعما كنت درت ليهم واحد الطياره، وكانت فين ما كتخسر شي حاجه كتمسحها في راسها مسكينه، كتقول لي شوفي بنيتي راه الحاجه تخسر لك مره وجوج والثالثه ان شاء الله ثابته وغتصدق لك. المهم هذيك عدوزتي كانت من اطيب خلق الله، وما شفت منها غير الخير والاحسان. اش غنقول لكم، انا وراجلي ما نكذبش عليكم، حيت ما كانتش عندنا واحد العلاقه قبل شي تعارف، شي حاجه اللي كتجمع بيناتنا. يعني الزواج على الزربه راجلي ما فهمتوش. كان وقت تما هاد السيد هذا كتجي شي فرصه كيطيح بيا حدا عائلته، على اقل ما هي حاجه كبقى يعيب فيا، وبقى يسول فمو واش انتي اللي مصايباها ولا مروه. ويا ويلي يا ويلي الا كانت صدقت مو وقالت ليه راه مروه اللي صايبات الحاجه. كان كيقلب يقلب على ابسط الامور يعيب لي عليها. المهم الراجل ما فهمتوش، شخصيته ما فهمتهاش، واش بكثرة داك التجارب السابقة اللي كانت عنده مع العيالات قبل مني، كيشوفني انا شي حاجة ناقصة ما معمرش ليه العين. الله اعلم. والله اخوتي
الا كان ما كيدينيش الناس كنت كنبقى دائما كنفكر وكنقول انا شنو هو السبب لهاد السيد هذا كيبقى غير يطيح مني وينبش ليا على اقل ما هي حاجه، كيبغي يبدا يطيح من قيمتي. ايوا دازت اخوتي ليام ونهار على نهار وشهر على شهر، وتنقول دابا يولف ونولفو ويولفني. عدوزتي هي وشيخي خرجت ليهم هذيك الوقيته الوريقات باش يمشيو عند لوستي. لوستي كانت قريبه تولد وكان خاصها تقابل بنتها. عدوزتي مسكينه مني وصلت لي هذاك النهار وصاتني قالت لي شوفي يا بنتي كبري عقلك وراه راجلك شديه غير بالخاطر وحلاوه اللسان الا طلع هو نزلي نتيا. وصاتني مسكينه بحال ميمتي، واخا هكاك بقى راسها مشوش عليا لانها كانت كتشوف كيفاش كان كيتعامل معايا، وحتى هو حدايا وصاتو عليا وقالت له شوف هاد بنت الناس راه امانه في عنقك، عندك تبقى على الحاجه القليله تبقى شادها منها، راه البنت باقا صغيره وبنت دارهم ولا ما عرفتش ديرها ديرها انت. صافي السيد قال لها كوني هانيه واش انتي غادي توصيني. المهم عدوزتي مسكينه مشات، واش غنقول لكم، مشات تقريبا شي 15 يوم او يجي العيد الكبير. هذيك 15 يوم راجلي واخا ما كانش كينقر عليا بزاف ولكن دائما كاينين دوك الملاحظات واغلبيتهم على الطياب، لان الجفاف ولا الصابون وزعما شي حاجه ديال متعلقه بالنقاء ديال الدار والشقه راني كنت قاده به. غير هي مثلا الماكله الانواع ديال الماكلات راكم عارفين كل دار وكيفاش كيطيبوا، وكان هو خاص داكشي اللي كانت كدير ليه الام ديالو ديك البنه تجي ليه في نفس داكشي اللي كندير ليه انا. راه ما يمكنش اخوتي. المهم تبعت بريمه وكنت كنحني راسي وكندير ودني نميكا ونخليه يهضر. المهم مشات الحال على هكا وجا العيد الكبير وجات الضحيه وخصنا نذبحو. ايوا واش غادي نقول لكم ولا اش غنعاود لكم، انا في هاد الشي هذا راني آه مطمسه ما عمرني ما حضرت الذبيحه ولا شفت داكشي كيفاش كيكون ولا كيفاش كيتغسل ولا كيفاش كيتنقى، زعما تاويلو داكشي والو. انا براسي ما كنتش كنقدر نستحمل انني نشوف الضحيه تذبح ولا دوك الدمايات ولا نسيق، كنت ما كنخرج حتى كيعيطوا عليا ملي كانوا كيشويو في القطبان، كناكل كنجمع كنسيق داكشي خفيف. اما زعما داكشي المصارن والكرشه ولا الراس وديك التماره كامله ما عمرني انا ما حطيت يديا فيها ولا عرفتها كي دايره. ايوا دابا جا النهار الكبير، انا وحلت ما نكذبش عليكم 3 ايام قبل العيد فاش جات الضحيه وانا غير كنخمم وما كيدينيش نعاس، ما قادراش كيفاش نوصل ليه راه انا هاد الشغل هذا راني ما عارفاش ليه. قلت نسكت وغندير العرف ديالي وراه غيقبل عليا كيف ما كان كيدوز داكشي اللي كنت كندير ليه هاد الايامات هادي كامله. الا كاع غوات ولا هذا غندير راسي ودني ميكا كي قلت لكم. جا خوتي داك النهار انا قلت له ما كنقدرش على الدم، احتارمني في هادي وجا الجزار ودبح وشويه بدا كينزل ليا في البانيوات. الراجل هو ما يذبحش ماشي عيب يجيب الجزار وما يعيب عليه حتى واحد، ولكن انايا الا ما عرفتش نغسل الكرشه انا هو العيب كامل ديال الدوار. المهم سي جاب البانيوات مجمع فيه المصارن ديال الراس، انا كنشوف هذاك الشيء ومصدومه وما عرفت منين نبدا ولا منين نخر. حتى من الكباب حنا كنديروا بواحد الطريقه واحده اخرى وهما كيديروا بواحد الطريقه واحده اخرى، حنا غير كنطيبوه وهما كيشويوه ويلفوه على الشحمه وزعما يديروا نص طياب عاد كيلويوه في داك بولفه في الشحمه ديال الدواره عاد عاوتاني كيعاودوا يطيبوه. حنا هاد الشيء ما كناش كنعرفوا ليه ما كنديروش بحال هكا. مني شافني هزيت هذيك المقله كنت باغا نطيب بالطريقه ديالي ويقول لي زكاي زكاي زكاي، حنا هاد الشيء كنشويوه
قال لي يا زقاي انا غادي نطيبو انتي تكلفي غير بالراس او بالكرشه. قال لي الراس راني غادي ننزلو عند هذوك الدراري اللي كيشوطوه في الزنقه. وانا قلت الحمد لله، ها بعدا وحده تهنيت منها، الراس والرجلين. الكرشه كيف ما كان الحال غندير ليها وباش ما كان غندوزها. المهم السيد ناض بعدا قال لي شعلي لي الفخار. قلت له ما كاين مشكل. نص درت داك المجمار ووجدته، بقيت انا صوت يا ما تصوت صوت يا ما تصوت، ما بغاش يشعل ليا. جا السيد عاد دار قال لك شي كوي غطت فيهم الزيت وشعل العافيه. ايوا كبر معايا مخو. ايوا شو دوك القطيبات انا غسلت الكرشه، جمعنا ديك الروينه ديال داك النهار. ايوا واش غادي نقول لكم لغد ليه قال لي شوف يا بنت الناس، الراس والكرشه راني عرض على صحابي وبغيتهم غدا ان شاء الله نتغداو بهم. قلت له صافي ان شاء الله يكون خير، كون هاني. ايوا واش غادي نقول لكم، هذاك النهار بقيت غير كنخمم عاوتاني كيفاش غنطيب هذاك الشيء. ما عمرني قلت لكم ما وصلت لا كرشه ولا راس. ايوا ضربت لامي وعيات ما توريني وتفهمني اش غديري واش غديري، وقيدت كلشي القوام ديال الكرشه. او قالت لي يا الراس بنيتي غير بخريه. هي هذيك اخوتي نط درت داك الكسكاس درت فيه الراس ونط كنقطع في الكرشه. كي قلت لكم انا الكرشه راه ما عمرني قربت لداك الشيء. قطعته شرملت وطيبت. الراجل جا صحابو وجدت ليهم الصينيه ديال اتاي وحطيت لهم الراس والكرشه. كيكملوا الماكله جا عندي راجلي الكوزينه ودار فيا واحد خنزيره خوتي. راني وليت كل اللي كنترعد. قال لي الناس تزوجوا بالعيالات وانا خديت عيفتهم. انا ما فهمت حتى حاجه، بقى عقلي كيدي وكيجيب. قلت له اويلي شنو درت؟ داكشي اللي قالت لي يمي راني درتو. ايوا مشاو دوك الناس او هو يجي عندي او هو يقول لي واش هذيك الدواره كتعرفي تغسليها ولا لا؟ انا شفت فيه وبقيت غير كنضحك. قلت له مالها راه غسلتها. ما كنعرفش ولكن راه درت عرفي، راك عارفني وراه امي ما خبات عليكم النهار الاول والو، وانا راه هادشي ما عمرني درته في دارنا وكنت كنتسنى زعما كون درتها حدايا خالتي راني كنت غادي نعرف نغسلها. مالها راني نقيتها مزيان. ايوا هو يخنزر فيا عاوتاني بواحد الطريقه. وهو يقول لي ما عمرني في حياتي ما كليت الكرشه بالترت ديالها حتى كليتو معاك. واش انا كناكل في الكرشه وداك الشي باقي كيتغزز فيها؟ ما قدرتش نهز عينيا في صحابي. اش غنقول لك يا بنت الناس، المراه اللي ما تعرف تغسل الدواره الزواج معاها خساره. بقيت انا غير كنشوف فيهم صدومه. قال لي شوف يا بنت الناس، اللي نطولوه نقصروه. انا ماشي تزوجت بيك باش تمشي دوزي عندي ستاج. جمعي حوايجك يا بنت الناس ومنين جبتك غادي نردك. وفعلا داكشي اللي وقع. اي انا تصدمت. انا اللي درت المجهود ديالي وما عمرني ما وصلت لهداك الخنز ووصلت ليه، وما عمرني ضربت ديك تماره وضربتها وكنت ضارباها وانا زعما فرحانه وكنقول راني زعما مطفراه وفوجه راجلي وفوجه داري. ولكن السيد والله ما شفع ليا وما كبر بيا ولا دار بوجي. المهم شنو خسر عليا، هزني ووصلني للكار، قطع ليا الورقه وصيفطني لدارنا. الطريق كامله وانا غير كنبكي. وراكم عارفين الطريق ما بين الحسيمه والرباط كانت طريق طويله وجاتني ما غاديش تسالي ديك الطريق. وانا ديك الساعات اول مره غادي نسافر وغنسافر بوحدي. تخيلوا اش غنقول لكم، الطريق كامل وانا كنقول اش من ذنب درت في حياتي حتى وصلت انايا لدارنا. ومني دخلت عليهم امي تخلعات، ابا كذلك ما عرفوا باش تبلاو. اوه السيده مازال ما جلست حتى سخنت بلاصتها في دارها وجايه راجعه لينا. اما مسكينه ملي شافتني بقات غير كتقلب من ورا ظهري. قالت لي فين هو راجلك، واش جيتو زعما تباركوا لينا العيد؟ قلت لها لا ميمتي. ميمتي تعرفي شنو كاين، انا جايه مباركه عندكم ديما. قالت لي بنيتي ياك ما كاين باس. قلت لها ميمتي
راه شنو قال لي راجلي؟ قال لي المراه اللي ما كتعرف تغسل الدواره الزواج بها راه غير خساره. ايوا امي مني سمعت هذاك الشيء مسكينه عنقاتني وقالت لي شوفي بنيتي ما ديري في راسك حتى حاجه، وراه الزواج غير المكتب، ومكتب لك هاد الزواج ربي غادي يعوضك بما احسن منه. المهم شداتني وطبطبات عليا ودخلتني البيت وقالت لي ارتاحي تبين عليا العيا والبكا حيت عينيا منفوخين بالبكا. ومع ديك الساعه جاتني الطريق كلها شديده غير بالليل. المهم دخلت سدات عليا وضربتها بواحد النعسه فاعله تركه. ما عقلتش على راسي فاش فقت بالعشيه لقيت با مسكين في البيت كي شافني نط جا وعنقني وفرح بيا مسكين. ما نكذبش عليكم الله يخلي لكل واحد والديه اللي كيحنوا فيه واللي بلا بيهم ما كنسواو حتى حاجه. المهم اخوتي بقى كيسول فيا وعاودت له البلان بالضبط اللي طرا ليا. قال لي شوف بنتي ما يبقاش فيك الحال ولا ما رديت لك دقتك راني ماشي راجل وسيد الرجال. المهم جلست في دار با والسيد ما هزاتو حتى الشطنه، ما قال هذيك السيده اللي هزه سميتي واش وصلات ولا ما وصلاتش لدارهم اللي امنوني عليها. وتقول اخوتي عمر ما سول ولا ضرب التليفون. المهم بقيت انا جالسه مع والديا وبا مسكين كان دائما من السوق للسوق كيجيب لنا الدواره وكيجيب لك كرشه خصيصا على قبلي والراس. كان كيقول لي يا بنتي ها انت فين غادي تعلمي ما اش ولا كان اللي يجي يحل عليك فمه. وفعلا داكشي اللي كان كتجلساتني وحداها وبقات كتعلمني ها كيفاش نقي هكا ها كيفاش نصيب هكا حتى تعلمت داكشي كله على حقه وطريقه. المهم داز تقريبا مده 3 شهور باش خرجني راجلي من داري. حتى لواحد النهار هز با تليفون عيط عليه قال له سلامه فلان كي داير لاباس عليك بخير هاني. المهم هضروا ايوا هو يجبد ليه با الموضوع. قال له شوف ولدي مروه صيفطيها ليا حيت كانت ما كتعرفش توصل الدواره ولا تقاد داك الشغل ديال العيالات ودابا حنا راه علمناها وولات داك الشيء عندها كلمه. ايوا دابا اجي دي مرتك. ايوا السيد قال له واخا عمي ان شاء الله من هنا نهار الحد راه غادي نكون عندكم. صافي بقينا كنتسود السيد كنتسناوه. السيد جا ملي وصل دخلوا با وفرح بيه كيف النهار الاول. حطينا صواني ديال اتاي الفاكهه الحلوه الضيافه راكم عارفين. ايوا شويه هو ينوض با وهو يجر ليه واحد الحولي بقرونه وهو يقول له يلا يلا زيد بسم الله. السيد مني شاف الحولي تخلع وعرف راسو راه قليل الاصل وجاي عند المراه وجاي عند النساء بيدي خاويين. هو يقول له اسمح لي يا عمي راني ما درتش فيها ما يصلح ما جبت معايا والو. قال له لا 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 عودي ما كاين حتى شي مشكل الخير الحمد لله موجود. ايوا هو يقول له ايوا يلا نتعاونوا على هاد الكسيبه وندبحوها. انت سيدي راه قلتي مرتك ما كتعرفش تغسل الدواره ما كتعرف تقاد شغلات ديال العيد. ايوا دابا غادي توريك حنه يديها يلا. ودابا يا ولدي ايوا شمر على دريعاتك وذبح لينا هاد الحولي وسلخو والمراه ديالك راه غادي تكلف بالدواره وبكل شيء وتشوف على عينيك واش بنتي ولا تقاد براسها وتعلمات او لا. السيد ما عرف باش تبلا طرشه وعطيتيها ليه كيصفر كيخضر جميع الالوان فيه. بقى هيك يشوف با ما عرف ليه يتوخر ولا يرجع للور ولا يزيد لقدام. ايوا شويه هو يقول لي اسمح لي يا عمي راني ما كنعرفش نذبح وما كنعرفش نسلخ. اوبا بقى هيك يشوف فيه وهو يقول له ايوا سير ولدي عند باك يعلمك تذبح وتسلخ والراجل اللي ما يذبح شاتو ويصبن كساتو موتو حسن لي من حياته. السيد داخ وما عرف ما يقول. قال له با كتجيكم طولوا لسانكم غير على بنات الناس. ايوا دابا وليدي رجع عند باك يوريك ويعلمك باش تكون قد دراعك قد كلامك عاد تقدر تجي تحل فمك وعلى بنات الناس وتقول لبنتي اللي ما تعرف تغسل الدواره الزواج بها خساره. ايوا يا وليدي دابا سير الله يعرضنا ويعرضك السلامه.
او ورقة بنتي توصل ليها عما قريب. بنتي دابا تبارك الله عليها تعلمت شحال من حاجة وحاجة، والف واحد يتمناها، وانت ما كتعرف لا تذبح ولا تسلخ. بنتي ما بقيتيش كتستاهلها، خاصها راجل اللي تكون قد هدرتو قد دراهم. ودابا يا ولد الناس، كيف ما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. ايوا فعلا السيد هز شطيطو وما بات هنا. المهم اخوتي هي هاديك، دازت واحد المده قصيره وطلقت من هاد السيد هذا، بحكم انني مزوجه عن قريب ودرت طلاق اتفاقي ما طولناش. صافي طلقت وخديت من ديك التجربه هدف في الحياه، انني وليت كنزعم، وليت كندير بزاف ديال الحوايج كان اللي ما كانش الام ديالي كانت كتخليني نديرهم، وخلاتني نعتمد بزاف على راسي في اي حاجه. والحمد لله فضل سيدي ربي ما دور حتى العام حتى ربي سهل عليا بواحد ولد الناس، وجا خطبني واحد الراجل من اطيب خلق الله وتزوجت انا وياه والحمد لله. الشكر لله. انا دابا والده معاه جوج الوليدات، واحد عنده 9 سنين وواحد عنده 4 سنين، ودابا راني عايشه خارج المغرب والحمد لله بخير وعلى خير. راه عايشه مع هاد السيد هذا احسن عيشه، متفاهمين بحكم ان العقليه ديالو متفتحه، خلاني انني نكمل قرايتي مازال في هذيك البلاد السعيده ونحقق ذاتي، والحمد لله راني دابا خدامه بوليداتي ومندمجه في هذا المجتمع، وربي كبير اخوتي. ما تديروش اي تجربه نقطه سوداء في حياتكم، او لا مصيركم تحت حكم شي راجل اللي يقدر يطلع ولد الناس، او لا يقدر يطلع بحال راجل الاولاني اللي باغي غير يحطمك ويصغر بك، وهو اصلا راه ما عرف والو في الحياه، وهو اصلا ما قادر على بزاف د الحوايج. الاصبع واحد كيشيروا على الناس ولكن 4 اخرين كيشيروا لنفسه هو. المهم اخوتي هذه هي قصتنا ديال اليوم، كنتمنى تكون ظريفه وخفيفه على قلوبكم وتعجبكم، وما تنساونيش من لايكاتكم الزوينه، كومونتيراتكم، تشجيعاتكم ليا. شكرا لكم بزاف على الاستماع.